خلصت القمة ما بين لعيبة الأهلي وجمهور الأهلي اللي قدروا إن هم يقودوا لاعيبتهم في أرض الملعب أمام خواجات الزمالك. هم خواجات سواء بقى لعيبة سواء إدارة فنية زفت من بداية المباراة من معتمد جمال اللي نازل مرعوب ونازل خايف، ولعيبة الزمالك نفسها نازلة خايفة ومرعوبة، ركبها بتخبط واضح جدا، مش قادرين يجروا، مش قادرين ياخدوا الكورة، مش قادرين. فتوح اللي نازل بيهزر، حسام المجيد اللي نازل بيهزر، الونش البطيء جدا، سلحفة بتبدا الهجمه من تحت، محمد شحاته، كابتن بيرلو. كل واحد عامل لي فيها اللي هو طبعا البرازيل اللي عندنا بزيرة ما فيش النهارده، ما شفتهوش، انا ما شفتهوش خالص النهارده. لكن مش عايز اظلم بزيرة قوي، لان بزيرة الوحيد اللي بيحارب الفتره الاخيره داخل الزمالك، لكن مش هتكلم كتير على حته بزيرة ديت، لان هو النهارده الحقيقه اداء اللعيبه نفسها والفرقه نفسها هي بره الخدمه خالص. جات لك فرصه الشوط الثاني ترجع في ركله جزاء، حسام عبد المجيد انا ما اعرفش ازاي داخل هو اللي يشوط ضربه الجزاء، ازاي معتمد جمال سابه هو اللي يشوط، واحد ضيع ركله جزاء في مباراه انبي، في مباراه حاسمه في الدور الاولاني، واحد اداؤه النهارده زي الزفت وخرا لبسك في جونين هو وشحاته، بتدخله ليه وانت عندك في ارض الملعب واحد زي عبد الله السعيد بقيمته؟ فانت هنا زفت، انت هنا مش فاهم انا ازاي خدت القرار ده. لعيبه ملهاش اي لازمه، لعيبه ملهاش اي قيمه، انا بحارب. واحد يقول لي يا عم استنى بس لسه الدوري ما خلصش، استنى يا عم ما تقعدش تعمل، لا يا باشا انا هاجم. الدوري يخلص ده من بدري، مباراه ام بالدور الاولاني وقعدنا نطبطب وخلاص مش مهم واحنا لسه الاول واصل الاهلي وقع، مفيش مشكله. ماتش ام بي اللي فات تكسب طز في اي نتائج تانية، لا يا باشا انت بتتعادل تخسر نقطتين وقعدنا نحفل علشان بس البيراميدز كسبت. طب ما هي بيراميدز دي بتنافسك، وقعدنا نطبطب برضو بعد الماتش وخلاص، هي لعبت يا الزمالك ونقعد نطبطب على ايه؟ على اللعيبه. خلاص ده الاهلي خسر وبيراميدز كسبت، فانت كده كده في المواجهه المباشره انت اللي منتصر على بيراميدز، خلاص ماشي. داخل النهارده مباراه الاهلي اقل تقدير تطلع النهارده بنتيجه ايجابيه بالتعادل، لا انت طالع النهارده بفضيحه، خسران 3 مع الرأفه. النهارده المباراه دي تخلص بفضيحه مش اقل من 4-5. طب فانت النهارده خسران 3 مع الرأفه، مفيش كوره، خسران 1-0، تمسك كوره وتسرع، لا كميه بطء رهيبه، مفيش تركيز. 2-0 نازل الشوط الثاني خسران 2-0، ابدا بقى غير. ناحيه اليمين ما تنزل يا عم محمد ابراهيم، حرك لي الحته دي وطلع لي حسام عبد المجيد الميت ده والعب باتنين سرد باكات وطير يا باشا الباكات. هتبكي على ايه؟ خايف تخسر بفضيحه عشان ما يقولوش معتمد جمال خسر من الاهلي بفضيحه؟ طب ما انت طلعت النهارده بفضيحه. هو انت النهارده ده يسترب اللي جمهور الاهلي مطلع عينه ومديله على وشه، جدك على وشك النهارده في الملعب بكل سهوله. لعيبه الاهلي النهارده فاقت عليك على فكره. كلمه مش عارف انا ما رضيتش اقولها، اصل الاهلي لما بيقع احنا اللي الزمالك اللي بنقومه، دي حقيقه كده كده، فمالهاش لازمه ان احنا نقولها لان تاريخيا كده كده ده اللي بيحصل. لكن النهارده نتيجه مستحقه للاهلي، فوز مع الرأفه ب3، فضيحه. الدوري لسه في الملعب. انا عايز اقول لك اهو، بسبب وقوع لعيبه الزمالك والزمالك في كام نقطه دول، الدوري بقى بالنسبه لي انا رعب، فيلم رعب حرفيا. ماتشين سموحه وسيراميكا انت هتلاقي لعيبه الزمالك ركابها بتخبط اكتر من الماتش النهارده، نازلين خايفين ان هم يخسروا نقط فهيخسروا، فربنا يستر ما يحصلش السيناريو ده. لكن الناحيه الثانيه الاهلي هيبقى قاعد على امل خساره نقاط للزمالك وخساره نقاط لبيراميدز، هو يكسب الماتشين وتيجي زي ما تيجي. لكن في النهايه انت كان في ايدك الدوري ضيعته من ايدك، لسه في ايدك الدوري لاخر بقى فرصه. لا تبص لي بقى على نتائج بيراميدز ولا تقول لي اصل الاهلي معاش هيقع واصل وقع وبيراميدز وقع، انت تكسب الماتشين تاخد الدوري، ده اللي انا فاهمه وكل الناس فاهماه، تكسب الماتشين تاخد الدوري. اي نتيجه سلبيه الماتشات اللي جايه ما تقعدش بقى تزيد وتقول اصل استنى هنستنى بقى احنا بقى ايه نتائج الاخرين، مع ان الاخرين دول هم اللي مستنيين نتائجك بقى لهم كذا جوله، انت كنت فارق عنهم وتفرق عنهم بكتير. فانت لا، ماتشين بدوري لا تاخدهم، لا في الاخر بصراحه يعني اللعيبه دي ما تستحقش ان هي تبقى لعيبه كره قدم، وكده كده انت كزمالك حالتك من يلا بنيله، فربنا يستر. سموحه سيراميكا تفوزهم تاخد الدوري، غير كده بالسلامه بقى، سواء الدوري بقى البيراميدز او للاهلي، فبالسلامه وكفايه بقى لحد كده.